بل إن أتاك الشيطان يوما بخطيا تقول له: اذهب عني بعيدا، فلست أنا لك، أنا بيت الله، أنا مسكن الله، أنا موضع مقدس للرب، أنا الذي يقرع الله على بابي لكي أفتح له. أنا هيكل للروح القدس، أنا كنيسة مقدسة، أنا الذي يأتي إليه الأب والابن وعنده يصنعان منزلا، أنا مسكن للثالوث المقدس. هل أنا شيء هين يمكن أن ينجسه الشيطان؟ كلا، أنا سماء ثانية عرش لله يجلس عليه. دائما الشيطان يصور لك ضعفاتك ويصور لك صعوبة الطريق، لكن الإنسان الذي ينجح لا يفكر في ضعفاته، يفكر في قوة الله، لا يفكر في صعوبة الطريق، إنما يفكر في المعونة التي تأتيه في الطريق.